النهاردة احنا هنقارن مع بعض 3 أنواع من البطاطس. هنقارنهم من حيث نظافة البطاطساية نفسها، ومن حيث ان هي بتشرب زيت ولا لأ، ومن حيث السعر. أول نوع معايا وهو الأشهر على الإطلاق الفارم فريتز. تاني نوع وهو ماما تشوز. أنا جايبة الكيس الشفاف، مش عارفة بقى الكيس اللي هو الملون فيه فرق ولا لأ، بس هنبقى نجربه في مرة تانية. وتالت نوع هو محمود الفور. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو ده. فضيت بقى البطاطس البومفريت اللي هي الفارم فريت في طبق كده عشان تكون واضحة معانا. ودلوقتي هنفضي اللي هي ماما تشوز. وتالت نوع هي محمود الفور. ماما تشوز مضايقاني في ان هي فيها حاجات غامقة كده في البطاطس، وهي بتاعت محمود الفار اللون بتاعها من قبل حتى ما تتقلي لونها غامق. بس خلينا نقارنهم برضو جنب بعض ونشوف. يعني افتح واحدة بتاعت فارم فريتس، والاغمق شوية بتاعت ماما تشوز، والاغمق خالص بتاعت محمود الفار. بوم فريت الكيلو بتاعها عامل 75 جنيه، بتاعت ماما تشوز ال2 كيلو ونص عاملين 145 جنيه، بتاعت محمود الفار عاملة 165 جنيه 2 كيلو ونص برضو. نروح بقى نقليها ونشوف الفرق بعد ما تتقلي. افتح واحدة معايا وكانت باينة من قبل ما تتقلي، هي البومفريت. في اطرافها كده حاجات بنية على خفيف، بس مش واخدة لون موحد. في وحدات فاتحة ووحدات اغمق شوية، في وحدات مقرمشة ووحدات لأ. نسبة الزيت اللي هي شربها مش كتير خالص، يعني حاجات بسيطة. بنيجي لماما تشوز مقرمشة اكتر، لونها موحد اكتر، برضو مش شاربة زيت تقريبا زي بومفريت. بس اللي مضايقني منها زي ما قلت لكم هي الحاجات الغامقة اللي فيها. كمان حجم البطاطساية اصغر شوية من البومفريت، لكن من جوه نظيفة ومفيهاش اي حاجة باستثناء الحاجات السوداء اللي باينة اصلا من قبل ما تتقلي. ونروح لاخر نوع معانا وهي بتاعت محمود الفار. للأسف أغمق، يعني هي أغمق من التصوير كمان، وأنا لو سبتها عشان تتحمر كويس أكتر من كده كلها بتتحرق يا جماعة. نوعيتها مش حلوة خالص، طرية زي ما حضراتكم شايفين، رغم ان هما كلهم مقليين زي بعض، نفس درجة الحرارة، نفس الوك، نفس كل حاجة. طرية وشاربة زيت أكتر، ويعني مش حلوة خالص. متعرفش حاجة بصراحة عن البومفريت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ انتوا كمان اكتبوا لنا تجربتكم مع البطاطس البومفريت، لو جربتوا انواع تانية غير دي اكتبوها لنا في التعليقات، لو كانت حلوة او حتى وحشة، يعني عشان الكل يستفيد. وبس كده، لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا، وبفكركم لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد على خير.